السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. في واحد بعتلي بيقولوا ان هو سافر بعد الجواز بكام شهر كده، واكتشف ان مراته حامل. هي قاعدة في بيت عيلة مع عمه واخته، فبتقول طول النهار بتنزل تحت تخدم حماتها وبعد كده تطلع على النوم. فبتقول من ساعة ما مشي كل ما اجي اطلع ولا اول ما انزل حماتي تقول لبنتها ايه، شوفي التليفون يا فلانة. فتقول لها يعني ايه شوفي التليفون؟ قالت لها يعني عادي، ايه المشكلة؟ فبتقول لها ايوه ترضيها على فبنتها بتروح ناتشه التليفون، تلاقي المشكلة يعني هو في حاجة؟ ما هو لو في حاجة انت هترضي، ده ما فيهوش حاجة خلاص زعلانة ليه؟ فهي بتقول لاخت جوزها انت ترضيها على نفسك. قالت لها احنا بنحميكي من نفسك عشان انت صغيره وجوزك مش موجود. فبتقول زعلت وكده واتخانقت معاه وكلمته، قال لها ادام انت صح يبقى ايه مالكيش دعوه بحد. فبتقول لا انا متضايقه. فكل شويه حماتي تضايقني بالموضوع ده ومركزه معايا قوي. هي مخطوبه، بنتها مخطوبه. فانا بقول لبنتها ايه، خليكي في حياتك، اشغلي نفسك بخطيبك، مالكيش دعوه بيا. وقلت لها ايوه ما انا اخويا اللي قايل لي واخويا اللي موصيني وانتي زعلانه ليه؟ فبتقول لها يعني احنا كويسين مع بعض وانتي زي اختك. قالت لها طب وانا مش بضايقك بحاجه، انا بطمن عليكي وبحميكي من نفسك. الوقت وحش والناس وحشه وانتي صغيره وما لحقتيش تقعدي مع اخويا. ده انا اخويا يا دوبك قعد كام شهر وسافر، وهي ايه ربنا كرمها وحمله كده. فقالت لها واحنا ايه مش مزعلينك وكده، فما تضايقنيش يعني ولا انت تزعليني ولا انا ازعلك. ادام حاجه ما تضايقش ولا نغلط فيكي خلاص. قالت لها لا ما ده في حد ذاته غلط، انتوا شاكين فيا. قالت لها لا والله، بس انا اخويا بس ايه حابب ان هو يطمن عليكي عشان عارف ان انت ايه غلبانه وصغيره لحد يضحك عليكي ولا حاجه. قالت لها لا ما انا متربيه. قالت لها مش موضوع تربيه، موضوع ان الوقت وحش. المهم قعدنا في جدال كده يجي ايه ساعه ولا حاجه، وكل يوم على نفس الموال، كل يوم على نفس الموال. فبتقول لنا اتضايقت بقى واتغصت بقى. رحت جات لي فكره ان في برنامج بينزل اول حد يفتح الموبايل يروح مصوره. فبتقول هي متعوده اخت جوزي ان هي بتبقى اول لسه صاحيه من النوم تاخد الموبايل وتفتحه وتشوفه وتشيك عليه يعني كده وتديهولي. فبتقول بيبقى ايه مش مظبطه نفسها ولا حاجه ولا اي حاجه كده. فبتقول فعلا رحت منزله وغيرت الباسورد. فهي جايه تفتحها فبتقول لها انت غيرتي الباسورد؟ قالت لها اه خدي الباسورد الجديد اهو. بتقول له ما خدتش بالها من البرنامج وما خدتش بالها ان هو صورها. فبيقول صورتها ما كانتش كويسه يعني صاحيه من النوم يعني براحتها بقى، ما ظبطتش نفسها ولا حاجه. فبتقول رحت عامله اكونت جديد ورحت بعت الصوره لخطيبها، وخطيبها من غير مقدمات بعدها بكام يوم راح باعت امه عايز الحاجه ومش هكمل في الجوازه دي. طبعا هي اتضايقت وكلهم بقى الدنيا اتقلبت ومش عارفين ليه وبعدت عني، ولا بقت تقول لي هاتي موبايل ولا الصبح ولا بالليل ولا اي حاجه، واتشغلت في مشكلتها. فبتقول كده انا حرام عليا ولا صح؟ لا انت كده بتستهبلي وغلطانه وحرام وعيب. يعني ايه تصوريها وتبعتي صوره لخطيبها؟ يعني انت استفدتي ايه من كده بقى؟ خربتي حياتها؟ هي ما خربتلكيش حياتك، هو جوزها واخوها اللي قايل لها اعملي كده. انت بقى عتابك مع جوزك مش معاها، هي مشكلتك مع جوزك. وانت زي ما هو بيقولك مفيش حاجه، هو غلط ما ينفعش، بس اللي يريحك ايه يعني ايه حاجه ما تضايقكيش وهو انت بتقولي هو مش مزعلك ولا هو مزعلك فخلاص عادي، هي دماغهم كده. فاللي ما يريحكش ريحه انت، لكن تخربي عليها لا. وازاي انت تجيلك الجرأه كده تصوريها فرضا لابسه حاجه ولا عامله حاجه؟ يعني عيب تصوريها من غير ما هي تعرف وتبعتيها لخطيبها. فرضا خطيبها ده مش كويس ونزلها ولا عمل حاجه، انت ترضيها على نفسك؟ ترضيها على اختك؟ لا اللي انت عملتيه ده غلط غلط وحرام عليكي وما ينفعش. هي ما اذتكيش، انت اذيتيها. وانتوا قلنا ايه رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم في فيديو جديد.